يعني طن 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 عم يطنطنوا، يرد يرفع ايده ويرد ويقول اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان فارض عنه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان. فاسمه صاحب دنيا؟ ما اسمه صاحب دنيا. عبد الرحمن بن عوف الثاني شو قديش أنفق، الزبير قديش أنفق، ما اسمه أصحاب دنيا. ستنا عائشة جاءها معاش من معاوية 80,000 دينار ذهب سنويا، 80,000 دينار ذهب، ما أمست وعندها لقمة طعام تأكلها. خادمة قالت لك طيب لو خليتينا بس شي دينار ناكل فيه، قالت لا لو ذكرتيني كنت خليت لك. هكذا ما اسمه أصحابين دنيا. صاحب الدنيا رحمة الله عليه، بعض الناس حضرنا وفاته رحمة الله عليه ما صح إلا الرحمة، بالسطح بالفرشة وعينه على خزاني، ما حدا يقرب على خزاني. إذا اجى حدا بده ينسند على خزاني أو يقرب خير شو في بالخزانة. بعد الموت فتحنا الدرج، صافي في الليرات الذهب صف من أول الدرج لآخره ليرات ذهب. مات وعينه عم تطلع، هذا صاحب الدنيا. هي الدنيا. بعض أوقات الدنيا بيكون يا ابني شعراتك هي الدنيا. واقف على غزة عم يصرح من هون، عم يصرح أذن مأذن هو عم يصرح، لسه قاموا الصلاة ولساته عم يصرح. هذا صاحب دنيا. شو الدنيا تبعه؟ شعراته. هذا صاحب الدنيا. ما في من نعمة الله. حكيت لكم قصة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، واللي كان قاعد بالجبل قال له والله يا ابني إذا وقت عم أصلي خايف حدا يشتري لي عصاية أو إبريق المي. هذا الدنيا تبعه. الشيخ عبد القادر 1000 عبد عنده، طعام وشراب وكذا، ما صاحب دنيا. لذلك قبل ما تجي الدنيا عمروا قلوبكم بالله، فلما بتمتلئ بك بالعظمة الدنيا ما بقى لها قيمة. بيجي المال بيجي كذا كله بيستخدموا في دين الله. إذا الدنيا ليس لها مكانة أو كرامة. عم يتقاتلوا عليها حسدا وغيبة، وهذا بيعادي هذا وهذا بيعادي هذا، أخوة بيتحاربوا بيتعادوا، جيران بيتحاربوا، كله مشان إيش؟ من شان الدنيا. لذلك قالوا رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا أي قتيل رأيته في الدنيا فابحث، قتل من أجل أحد من اثنين، إما من أجل النساء وإما من أجل المال. ما من قتيل قتل إلا في نساء أو مال. حابب وحدة إجا واحد بده ياخذها قتله، بده يشتغل ما إجا واحد أخذ التجارة منه بيقتله. يا مال أو نساء، نسأل الله العفو والعافية.